مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض أصابع جوز الهند بالشوكولا. حلو، كتير سهل وسريع، رح تحبوه كتير. رح نبدأ. أنا هلا عندي رح حط كاستين من جوز الهند، ورح حط عليهم تقريبا معلقتين من النسلة. ما في مقدار محدد للنسلة يعني لحتى تحطوه فيه، لأنه ممكن مثلا يكون جوز الهند انتو عندكم شوي ناشف أو رطب يعني، فبتضلوا بتحطوا شوي من النسلة وبتخلطوها لحتى تشوفوا القوام اللي بدكم تصلوا له. فأنا رح حط هلا هيك شوي شوي وصير خلطها. يفضل لما تخلطوها كمان هلا تخلطوها بايديكم مشان تشوفوا انتو مثلا القوام اللي بدكن اياه، اذا صارت رطبة او شي يعني بيكون احسن اذا خلطوه بايديكن. بعد ما ضفت انا كمان نسلة سويتها صارت عندي فهالشكل. شايفين كيف لما تضغطوا عليها بتتماسك؟ يعني هلا انا هيك صارت عندي جاهزة. فرح سوي هلا انا عندي الشوكولا. هلا عندي انا هذا القالب، رح صير ابرش هيك شوي بالسكينة يعني ناعم. الشوكولا اذا عندكم مثلا انتو حسب رغبتكم ممكن تستخدموا شوكولا مثلا بيضة او شوكولا غامقة، بيرجع لإلكن. بعد ما خلص انا كامل الكمية مثل ما شايفين، رح احطن انا هلا هون مشان بدي انا اخدن على النار ودوبن. عندي انا هلا هاي الكسرولة حطيت فيها مي وسخنتها يعني غليتها لحتى احط عليها هلا انا هذا الجات، واتركها لحتى تدوب. لا تحطوها فورا على النار مشان ما تحترق عندكن الشوكولا، هيك بيكون احسن انه حمام مائي. لبين ما تدوب عندي الشوكولا رح سوي يعني جوز الهند على شكل اصابع. دهنت ايدي بشوية زيت نباتي ورح صير شكلن. ممكن تعملوه مثلا انتو كرات او تعملوه بالشكل اللي بدكن اياه، بس انه يعني نحنا اللي بنشتريها بالعادة بتكون على شكل اصابع، فبيطلع هيك يعني منظر هيك انا عجبني اكتر. مثل ما قلت انتو حسب ذوقكن. اذا نقصكم مثلا شفتوا شوي ناشفة العجينة ممكن ترجعوا تحطوا لها نسلة، لانه ممكن جوز الهند يشرب النسلة يعني عندكن. هلا رح كفي كامل الكمية وخلصها. بعد ما ذابت الشوكولا صارت عندي بهالشكل، خلصت كامل كمية جوز الهند. رح نصير نزلهم فيها وقلبها هيك شوي بالشوكولا. لما بدكن تشيلوها يعني هزوها منيح مشان ينزل منها كل الشوكولا الزيادة. انا حطيتها هلا على ورق زبدة مشان ما تلزق عندي. رح خلص هلا انا كامل الكمية. هلا اذا بدكم مثلا تزينوها شوي ممكن تعملوها بالشوكة او بالسكينة، هيك الطاجات بتعطي منظر حلو. بس يعني هيك بهالشكل. الزوايد اللي تطلع عندكم بالشوكولا بتقصوها هيك بترجعوا بتسخنوها بتستخدموها مشان يصير منظرها حلو. هلا اذا زاد عندكم مثلا شوكولا انا متلي فيكم تعملوا نقط هيك شوي على ورق الزبدة، ومجرد انه تجمد تصيروا بتعملوا هيك بتحرروها شوي بتطلع عندكم بكل سهولة. وبتستخدموها مثلا بالحلويات مثلا الكوكيز هدول بتستخدموها بتطلع يعني منظري بيطلع حلو وسهلة للاستخدام أكتر من تكون قالب جامد كبير. بس هيك بهالشكل. رح صفن لحتى تشوفون. هلا أنا عندي شايفين هيك الطعجات تبعيتها طالعة يعني حلوة. شايفين ما أحلاهن. أكلة جدا جدا سهلة وسريعة، ويعني ما بتاخد مثل ما شلون بتاخد ممكن أي وقت. جوز الهند طالع جواته كتير رطب وطيب. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك. بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.